بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها بيكي وهي بتركب أسانسير وبتصور فيديو لحبيبها وبتقوله إن هي هتلعب لعبة الأسانسير زي ما طلب منها. واللعبة دي بتكون عبارة عن شخص بيدخل أسانسير وبيطلع 10 أدوار 3 مرات، وفي آخر مرة بيقف عند الدور الخامس وبيغمض عينيه وممنوع يفتحها غير لما باب الأسانسير يتقفل، وبعدها بيدوس على زرار الدور الأول وبيتحرك بيه الأسانسير لوحده للدور العاشر، وبيلاقي نفسه في عالم اسمه عالم الأرواح. وبعد ما بيكي بتطلع الدور العاشر 3 مرات بتدوس على زرار الدور الخامس وبتغمض عينيها، وأول ما الباب بيتفتح بتحس بهوا غريب فبتفتح عينيها قبل ما الباب يتقفل، وده بيكون معناه ان هي كسرت قوانين اللعبة، فبتتجاهل الموضوع وبتدوس على زرار الدور الأول، وساعتها بتتفاجئ ان النور بدأ يقطع والأسانسير بيتحرك لوحده للدور العاشر، فبتترعب بيكي وبيروح منها الموبايل، ولما بتحاول تجيبه بتلاقي ايديها لمست رجل كائن غريب، فبتبص وراها وبتلاقيه اختفى، ولما بتبص في كاميرا الموبايل بتشوف بنت واقفة وراها وشكلها مرعب، وساعتها بيوصل الأسانسير للدور العاشر وبتشوف عالم الأرواح، وبتلاقي ان البنت المرعبة بتكلمها وبتفضل تصرخ، وبعد شوية بتختفي بيكي من الأسانسير وبينزل الدور الأول وهو فاضي. وبعد فترة بنروح لمجموعة شباب عندهم قناة يوتيوب وبيقدموا فيها برنامج عن تجارب مرعبة بيعملوها كل يوم، وبيكون مقدم البرنامج اللي اسمه كريس بيتكلم مع جمهوره وبيعرفهم على أصحابه اللي بيشتغلوا معاه في القناة، وبيقولوا إن هم الفترة الجاية هيعملوا تجارب مرعبة أكتر من الأول، وهيصوروا البرنامج بتاعهم في أماكن مسكونة فيها جن وعفاريت. وبعد ما بيخلص البرنامج بيجمعهم كيفن مدير القناة وبيقول لهم إن هم ما عملوش إعلان كويس للراعي اللي بيمول القناة بتاعتهم، وبالتالي ممكن يخسروا فلوس كتير جدا، وبيعرفهم على شاب اسمه ريان وبيقول لهم ان ريان بيتابع القناة بتاعتهم من زمان واتطوع علشان يشتغل معاهم، وبيسألهم لو عندهم اي افكار عن تجارب مرعبة للحلقة الجاية، فبيقول صاحبهم مات ان هو قرأ على النت عن فندق مسكون في اليابان وممكن ان هم يسافروا ويصوروا في اليابان، فبيقطعوا كيفن وبيقولوا ان هم مش معاهم فلوس للسفر، وساعتها بيقترح عليهم ريان ان هم يلعبوا لعبة الاسانسير، فبتقول له واحدة اسمها كليوي ان هي قرأت عن اللعبة دي وان في شبح واحدة ست بتظهر في الدور الخامس، فبيعترضوا كلهم على اللعبة دي وبيقولوا ان هي مش مناسبة للبرنامج بتاعهم لانهم لازم يصوروا البرنامج في مكان مسكون والا مش هيحققوا مشاهدات عالية. فبيقول لهم ريان ان هو يعرف مبنى كويس في وسط المدينة وفي بنت اسمها بيكي لعبت لعبة الاسانسير في المبنى ده ولكنها اختفت تماما والشرطة دورت عليها في كل مكان وما لقوش ليها اي اثر واعتبروها هربانة من اهلها. وقبل ما يكمل كلامه بتيجي مكالمة مهمة لكيفن، فبتتكلم كليوي مع ريان وبتاخده في جولة في الاستوديو بتاعهم وبتديله رقم تليفونها، وبعدها بيرجعوا للاجتماع تاني وبيقول لهم كيفن ان هم لازم يصوروا حلقة النهاردة علشان الراعي اللي بيمول القناة بتاعتهم متضايق بسبب انهم ما عملوش اعلان كويس للمنتج بتاعه، وهددهم ان هم لو ما عملوش فيديو جديد فيه اعلان كويس هيسحب التمويل بتاعه وهيفسخ العقد اللي بينه وبينهم، علشان كده هم مضطرين يلعبوا لعبة الاسانسير لان مفيش وقت يفكروا في اي تجارب مرعبة تانية. فبيوافقوا كلهم وبيروحوا المبنى اللي ريان قال عليه، وبعدها بيدخلوا المبنى وبيحطوا الكاميرات في الاسانسير علشان يصوروا كل حاجة بتحصل لما يلعبوا اللعبة. فبيتكلم ريان مع كليوي وبيسألها لو جمعت معلومات عن لعبة الاسانسير، فبتقول له ان هي تعرف كل قواعد اللعبة ولكنها بحثت اكتر عن اللعبة دي وعرفت ان شبح الست المرعبة اللي بتظهر في الدور الخامس عايش في عالم اسمه عالم الارواح الاحمر، وان هي شريرة جدا لدرجة ان هي بتموت اي حد بيكسر قواعد اللعبة، يعني لو اي حد فتح عينيه في الدور الخامس قبل ما باب الاسانسير يتقفل هيموت. وبتعرفوا كليوي ان هي مش مصدقة الكلام ده ولكنها بتحب تبحث عن الحاجات الغريبة كنوع من انواع المغامرة. وبعد شوية بيبدأوا يصوروا البرنامج وبيقول كريس للمتابعين بتوعه ان هو يلعب لعبة اسطورية منتشرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وبيقول لهم ان هي اسمها لعبة الاسانسير الملعونة، ومن خلال تجربته للعبة دي هيعرف اذا كان في فعلا عالم اسمه عالم الارواح الاحمر ولا لا. فبيقطعوا صاحبه ماتي وبيقول للمتابعين ان قواعد اللعبة انهم يطلعوا كل ادوار الاسانسير 3 مرات، وفي اخر مرة هيقفوا في الدور الخامس ولازم يغمضوا عينيهم وما يتكلموش نهائي لان ساعتها هتظهر شبح الست المرعبة وراهم واللي هيفتح عينيه هتموته على طول، ولما يتأكدوا ان باب الاسانسير اتقفل هيفتحوا عينيهم ويدوسوا على زرار الدور الاول، وساعتها الاسانسير هيخرج عن السيطرة وهيطلع بيهم للدور العاشر وهينقلهم لعالم الارواح الاحمر. وبعد ما بيخلص كلامه بيركب هو وكليوي
كريس وبيبدأوا اللعبة وبيطلعوا بالأسانسير. وساعتها بتلاحظ كليوي إن كريس متضايق من حاجة وبتسأله في إيه، فبيتجاهل كريس كلامها وبيغير الموضوع. وفي نفس الوقت بتتفرج إيزي عليهم من خلال الكاميرا اللي حطتها في الأسانسير، وفجأة بتلاقي الكاميرات بتفصل كل شوية وبتكون مش فاهمة إيه اللي بيحصل. وساعتها الكهرباء بتفصل وبتيجي، فبيقلق هنا ماتي وبيخاف لا يكون موضوع شبح الست ده حقيقي، وبيقرر يخرج من الأسانسير. فبترفض كليوي وبتقوله إن هو كده هيكسر قواعد اللعبة وإن هم لازم يكملوا اللعبة للآخر وإلا شبح الست المرعبة هيموتهم كلهم. فبيضطر يسمع كلامها وبيطلعوا كل أدوار الأسانسير 3 مرات. وقبل ما ينزلوا للدور الخامس بيقرر كريس إن هو ما يغمضش عينيه لأن هو أصلا ما بيكونش مصدق موضوع شبح الست المرعبة. فبيتعصب عليه ماتي وبيقوله إن الموضوع ممكن يطلع بجد وساعتها هيتسبب في موتهم علشان ما غمضش عينيه. فبيوعده كريس إن هو هيغمض وبيدوس على زرار الدور الخامس. وفي الوقت ده بيشوف ريان حارس أمن قدام باب المبنى، فبيستخبى هو وكيفن وإيزي. وفي الأسانسير بيوصل كريس وأصحابه للدور الخامس، فبيغمضوا عينيهم هما ال3 وما بيتكلموش نهائي. ولكن كريس بيفتح عينيه وبيغمضها تاني، وأول ما باب الأسانسير بيتقفل بيفتحوا عينيهم. وبتقول لهم كليوي إن هما في آخر مرحلة من اللعبة والمفروض إن هما يدوسوا على زرار الدور الأول، ولو اللعبة دي حقيقية الأسانسير هيخرج عن السيطرة ويطلع للدور العاشر. وفعلا بيدوسوا على زرار الدور الأول وبيتفاجئوا إن الأسانسير بيطلع لفوق. وفي نفس الوقت بيتأكد ريان إن حارس الأمن مشي، فبتروح إيزي تاخد التابلت وبتتفاجئ إن الكاميرا فصلت. وفي الوقت ده بيكون ماتي خايف جدا وعايز يخرج من الأسانسير، فبتحاول كليوي وكريس يمنعوه. وفجأة الأسانسير بيقف عند الدور التاسع وبيدخل واحد يركب معاهم الأسانسير وبينزل بيه للدور الأرضي. فبيخرجوا كلهم من الأسانسير وبيتفاجئوا إن إيزي بتقول لهم إن الكاميرا فصلت، وبالتالي الفيديو ما اتصورش بالكامل. واثناء كلامهم بتسمح كليوي صوت واحده ست جايه من الاسانسير، وبيكونوا اصحابها مش عارفين يعملوا ايه لان الحلقه اللي هم صوروها باظت. فبيقترح ريان عليهم ان هم يلعبوا اللعبه تاني، ولكن كريس وماتي بيرفضوا. فبيتعصب ريان وبيقول ان كريس مش عاوز يلعب اللعبه لان هو حاسس بالذنب بسبب اللي حصل في بيكي، لان هو كان حبيبها وهو اللي قال لها تلعب لعبه الاسانسير، وكمان كان بيستغلها وعدها ان هي لو صورت فيديو وهي بتلعب اللعبه هينزلوه على اليوتيوب وهيخليها مشهورة، فبكده يكون هو السبب في اختفائها. فكل اللي موجودين بينصدموا وبيسألوه ازاي عرف كل المعلومات دي. فبيقول لهم ان بيكي تبقى اخته الصغيرة، وهو ما قالهمش على الحقيقة علشان كان عاوز يخليهم يلعبوا اللعبة يمكن يقدر يلاقي اخته في عالم الارواح الاحمر. فبيتريق كريس عليه وبيقوله ان العالم ده مش موجود اصلا وان اخته فاشلة زيه واكيد هربت. فبيتعصب ريان وبيكون عاوز يضربه، وساعتها بيجي حارس الامن وبيطردهم كلهم بره المبنى. فبيتكلم ريان مع كليوي على انفراد وبيعتذر لها علشان ما قالهاش الحقيقه، وبيطلب منها تساعده يلاقي اخته. فبتعتذر له كليوي وبتقول له ان لعبه الاسانسير مش حقيقيه واكيد اخته ما حصلهاش حاجه في الاسانسير. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبيجي الليل وبيتصل كريس على كليوي وبيقول لها ان هو ندمان على اللي عمله مع بيكي وعاوز يكفر عن ذنبه. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي المكالمه فصلت لوحدها، فبيدخل العماره بتاعته علشان يرجع شقته. وفجاه بيلاقي النور قطع وبيشوف شبح الست المرعبه بتاعه الاسانسير، فبتستخدم قوتها وبتخنقه من بعيد لحد ما بيموت. وفي نفس الوقت بيشوف ريان صورة أخته بيكي على الموبايل وهو حزين، فبيقرر يلعب لعبة الأسانسير علشان يروح عالم الأرواح الأحمر وينقذ بيكي. وفعلا بيركب الأسانسير وبيبدأ يلعب اللعبة. وساعتها بترجع إيزي وكيفن الاستوديو بتاعهم، فبتكتشف إن هي نسيت الكاميرا بتاعتها في الأسانسير وبتطلب من كيفن يجي معاها علشان يرجعوا المبنى ويجيبوا الكاميرا. فبيوافق كيفن بشرط إن هم يرجعوا بسرعة علشان عنده شغل مهم. وفي الأسانسير بيوصل ريان للدور الخامس وبيغمض عينيه وهو خايف من شبح الست المرعبة. وأول ما بيلاقي باب الأسانسير اتقفل بيفتح عينيه وبيدوس على زرار الدور الأول، فبيخرج الأسانسير عن السيطرة وبيطلع للدور العاشر. ولما بيتفتح الباب بيتفاجئ ريان إن هو في عالم الأرواح الأحمر، فبيبدأ يدور على أخته بيكي وهو مصدوم ومش مصدق اللي هو شايفه. وبالصدفة بيشوف واحدة واقفة بعيد وبتبصله، فبيفتكر إن هي أخته بيقرب منها، ولكنه بيتفاجئ إن هي شبح الست المرعبة وبتلف له راسها وبتجري وراه. فبيجري ريان بسرعة وهو مرعوب. وفي نفس اللحظة بيروح كيفن وإيزي للمبنى وبياخدوا الكاميرا من الأسانسير، ولكن إيزي بتدوس على زرار الدور الأول وبتقرر تلعب لعبة الأسانسير. وفي الوقت ده بيروح ريان ناحية الأسانسير علشان يركبه، ولكن للأسف بيلاقيه مقفول وطلع الدور الرابع. فبيفهم إن في حد بيلعب لعبة الأسانسير وبيستخبى من شبح الست المرعبة. وفي الأسانسير بتشغل إيزي الكاميرا وبتدوس على زرار الدور الخامس علشان تصور الجزء الناقص من حلقة البرنامج. ولما بيوصلوا للدور الخامس بيكسروا قواعد اللعبة ومش بيغمضوا عينيهم
بينهم، وبيكونوا فاكرين ان اللعبة مش حقيقية، ولكن فجأة بتظهر شبح الست المرعبة وبتقتلهم هما الاتنين لانهم كسروا القواعد. ولما بيوصل الاسانسير لعالم الارواح بيدخل ريان وبيدوس على زرار الدور الاول علشان يرجع لعالم البشر ويهرب من الشبح، ولكنه بيلاقي الاسانسير مش راضي يشتغل، وفجأة بتظهر الشبح وبتجري ناحيته، ولحسن حظه بيتقفل باب الاسانسير في اخر لحظة، وبيلاقي الكاميرا بتاعت ايزي على الارض، فبيشوف فيديو ليها هي وكيفن وهما بيصرخوا بيموتوا، وبيكون شبح الست المرعبة مش ظاهر في الفيديو، فبيضايق ريان وبيحس بالذنب علشان هو اللي قالهم على اللعبة دي من الاول. ولما بينزل للاسانسير للدور الاول بيلاقي ريان نفسه في عالم البشر اخيرا، فبيخرج من المبنى بسرعة وبيتصل على كلوي علشان يحكي لها اللي حصل، ووقتها بتكون كلوي مش سامعة الموبايل علشان لابسة سماعة وبتسمع اغاني، وبتدور على الانترنت على معلومات اكتر عن شبح الست المرعبة. وفجأة بيظهر ضوء احمر ورا باب اوضتها، ويبان ان في خيال اسود بيتحرك كأنه هيدخل الاوضة، ولما بتشوف كلوي الموبايل بيختفي الخيال الاسود، وبترد على ريان وبتسأله عاوز ايه، فبيقول لها ريان ان لعبة الاسانسير طلعت حقيقية وان هي في خطر هي واصحابها، وبيطلب منها يتقابلوا في الاستوديو فورا، فبتوافق كلوي وبتتصل على اصحابها علشان تطمن عليهم، ولكن بتلاقي محدش بيرد عليها نهائي، وبتكون مش عارفة ان هم اصلا كلهم ماتوا ما عدا صاحبها ميتي واللي بيكون قاعد في الشارع ومستني الاتوبيس. وفجأة بيسمع صوت غريب وبيلاقي الشبح فوقيه، فبيترعب وبيطلع يجري بسرعة، وساعتها بتوصل كلوي الاستوديو وبيتصل بيها ميتي وبيقول لها ان هو هيقابلها في الاستوديو علشان يحكي لها اللي شافه، وبعدها بيروح مطعم وبياخد ملح كتير من هناك لان هو بيكون فاكر ان الملح مش هيخلي شبح الست المرعبة يقرب منه، فبيشوفها في المراية واقفة وراه وبيخرج من المطعم بسرعة. وفي نفس الوقت بيروح ريان يقابل كلوي على السطح وبيقول لها ان هو لعب لعبة الاسانسير ودخل عالم الارواح الاحمر علشان كان بيدور على اخته بيكي، ولكن الشبح كان بيطارده وقدر يهرب منه، وحاسس ان هو بيطاردهم كلهم ومش هيسيبهم في حالهم، فبتقطعه كلوي وبتقول له ان هي مش مصدقة كلامه وان لعبة الاسانسير دي مش حقيقية، فبيوريها ريان الكاميرات بتاعت صاحبتها ايزي اللي لقاها في الاسانسير، ولما بتشوف الفيديو بتتفاجئ ان ايزي وكيفن ماتوا، فبتقرر ان هي تبلغ الشرطة، ولكن ريان بيمنعها وبيقول لها ان الشرطة مش هيساعدوها بدليل ان هم ملقوش اخته وقالوا ان هي هربانة، فبتقول له كلوي ان هي عايزة تطمن على اصحابها. وبعدها بيدخلوا الاستوديو وبيلاقوا دايرة على الارض معمولة من الملح، فبيظهر ماتي من وراهم وبتتخض كلوي وبتضربه وبتسأله هو عامل الدايرة دي ليه، فبيقول لها ان هو قرأ على الانترنت ان الاشباح بيكرهوا الملح وعمل الدايرة دي علشان يدخل جواها ويحمي نفسه من شبح الست المرعبة. وبعد ما بيحكي لها اللي حصل معاه بيعرفها ان هو اكتشف حاجة مهمة، وهي انهم كسروا قواعد اللعبة لما الراجل دخل معاهم الاسانسير وهم بيلعبوا، وبالتالي شبح الست المرعبة بيطاردهم ومش هيسيبهم غير لما يعاقبهم. فبتقول له كليو ان هي قرأت قصة شبح الست المرعبة على الانترنت، وبتحكي له ان من 30 سنة كان في مجموعة بنات حبس واحدة صاحبتهم اسمها إيلي في الاسانسير وسابوها بعدها ومشيوا، وفضلت محبوسة في الاسانسير لمدة طويلة لحد ما اتجننت وماتت، وساعتها روحها انتقلت لعالم الارواح الاحمر لان هي كانت عاوزة تنتقم من اصحابها، ولما اتحولت لشبح عملت لعبة الاسانسير دي، واي حد بيكسر قواعد اللعبة ومش بيكملها بتقتله وبتختفي جثته تماما. وبعد ما بتخلص كليبي كلامها بتقول ان هي مش مصدقة القصة دي ولا اصلا مقتنعة بوجود شبح الست المرعبة، فبيقطعها ريان وبيقولوا ان هم لازم يلعبوا لعبة الاسانسير تاني ولازم يكملوها للاخر ويدخلوا عالم الارواح الاحمر ويخرجوا منه، وبالتالي الشبح مش هيطاردهم تاني لان هم بكده هيكونوا كملوا اللعبة. وفجأة هم الثلاثة بيسمعوا صوت غريب بيغني وبيلاقوا ان الشبح ظهر قدامهم وماشي على الارض، فبيخافوا وبيدخلوا الدايرة اللي معمولة بالملح، وبيكون ماتي معتقد ان الشبح مش هيقدر يلمسهم طول ما هم في الدايرة، ولكن بيطلع ان ده مش حقيقي وبيهجم عليه وبيموته، فبيترعب ريان وبيجري هو وكليوي لحد ما بيروحوا المبنى اللي فيه الاسانسير علشان يكملوا اللعبة، ولكن بيجي حارس الامن وبيمنعهم من دخول الاسانسير وبيهددهم ان هو يتصل بالشرطة لما مشوش فورا، فبترش كليوي سبراي في عينيه وبتدخل الاسانسير بسرعة هي وريان وبيبداوا يلعبوا اللعبة، وبتعتذر لريان علشان ما صدقتهوش في البداية وبتحاول تطمنه وبتقول له ان هم هيكملوا اللعبة وهيخلصوا من اللعنة دي، فبيقطعها ريان وبيحذرها ان هي ما تفتحش عينيها ابدا لما يوصلوا للدور الخامس حتى لو سمعت اصوات مرعبة، ولما بيوصلوا للدور الخامس بيغمضوا عينيهم وفعلا بيسمعوا صوت الشبح، فبيترعبوا وبيحاولوا ما يفتحوش عينيهم، واول ما الباب بيتقفل بيفتحوا عينيهم وبيدوسوا على زرار الدور الاول، فبيتحرك الاسانسير اللي فوق وبيطلع للدور العاشر لحد ما بيوصلوا لعالم الارواح الاحمر، وساعتها بيشوف ريان خيال واحدة وبيكون فاكرها اخته بيكي وبيكون عاوز يروح لها، لكن كليوي بتمنعه وبتقول له ان اخته ماتت وان دي خدعة بيعملها الشبح علشان يقتله، فبيقتنع ريان بكلامها وبيدخلوا الاسانسير علشان يرجعوا للعالم بتاعهم، وساعتها بتدوس كليوي على زرار الدور الاول وبيبدأ الاسانسير ينزل، ولكنهم بيتفاجئوا ان الاسانسير وقف عند الدور الخامس، فبتقول له كليوي ان الشبح ما استسلمش ومش هيسيبهم في حالهم، فبيغمضوا عينيهم وبيتقفل الباب
وفجأة بيتكلم الشبح وبيسألهم هم رايحين فين، فبتفتح كلو عينيها وبيقتلها الشبح. فساعتها بيفتح ريان عينيه هو كمان، ولكن الشبح ما بيقتلهوش وبيخليه يروح لعالم الأرواح الأحمر وبيحبسه فيه. وبعد مرور 3 سنين بتدخل بلوجر مشهورة الأسانسير وبتكلم المتابعين بتوعها وهي فاتحة لايف، وبتقول لهم ان هي راكبة الأسانسير اللي اختفت فيه كليو وأصحابها، وان هي ناوية تلعب لعبة الأسانسير علشان تعرف إذا كانت بجد ولا لأ. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.